بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم البنات راح نخدم معكم حلوى جافة بذوق الليمون. لعشاق الليمون أكيد راح تعجبكم. ما شاء الله. هيا واش نحتاجو في الوصفة. عندي 3 حبات بيض يكونوا أكيد بدرجة حرارة الغرفة. هنحط عليهم ساشي تاع فاني، وعندي مبشور حبة ليمون وعصير نصف ليمونة كاملة البنات. حنزيد نحط عليهم كيس تاع فلان بذوق الليمون. حنزيد معاهم 4 مغارف تاع سكر أرطب. أنا من الأحسن تغربلوه. عندي 250 غرام تاع زبدة البنات، هي ديجا كانت جبتها من الفريجيدير باردة. أنا نحبها تكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيتها في بلاطو فوق الفورنو، جست ما بدات تذوب هكا ونحيتها. هنا راح نستعمل البطة كاملة، نخليه منها حوالي مغرف كبيرة فقط. حنحط كلش في الريسيبيون. هنا البنات اذا عندكم الباتر من الاحسن يعني تخلطوا به حتى تحصلوا على قوام كريمي. انا هنا حبيت نخلط بيديا غير بشويه فقط يا البنات بكف تاع اليد حتى ندوب الزبده تماما. وكما تشوفوا تولينا على شكل كريمه. هذا هو القوام المطلوب باه يجي الجاتو تاعنا خفيف ما شاء الله. هنا راح نبدا نزيد الفارينه غير بشويه برك البنات. 2 كيسان نحطوهم مع الاول، وغير تلموا بيديكم فقط ما تعجنوش العجينه، لموا بركه. وكما قلت لكم نحطوا 2 كيسان الاولين تاع الفارينه، نحط معاهم مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. ونبدا نلم في العجينه تاعي. نبقى نزيد في الفارينه غير بالمغرف فقط. ولم حاولوا ما تحطوش كميه كبيره تاع فرينه في ضربه واحده. حطوا غير نزيدوا بالمغرف فقط ونلموا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كيما لاباط تاع الصابلي بالضبط. خاطر كون نديروا الفرينه كونتيتي كبيره مع بعضها راح تجينا العجينه يابسه، واكيد الكاطو ماهوش حيجي بنين وماهوش حيجي مليح. انا نزيد غير بالمغرف فقط ونلم. انا بعد ما كملت لميت العجين تاعي. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه يكون طري. هنا نغطيوه بابي فيلم ولا كيس بلاستيكي، ونبداو نجبدو بشويه ونشكلوا البنات. الشكل يبقى اختياري. انا هنا درت على شكل مثلثات، ودرت على شكل كعبر كرات صغيره. كما تشوفوا العجينه كيفاه طريه، نجمو نتحكموا فيها ونشكلوها كيما نحبوا. اذا كترتوا الفارينه راح تجيكم العجين يابسه وما تنجموش تشكلوها. نتوما تشكلوا هي تتفتت معاكم. انا راح نشكلها كامله، واكيد شعلت الفرن تاعي على 160 درجه.
نطيب الحلوى تاعي كاملة ونجيكم البنات. لهنا عندي شوكولا بيضة حندوبها حمام مائي. انا شوفوا الحلوى تاعي بعد ما طابت ما شاء الله، نحكي لكمش على ريحه الليمون وريحتها تهبل البنات. انا بعد ما دبت الشوكولا تاعي على نار قليله اكيد دوبتها، متقابلوش النار البنات. راح نحركها مليح وراح نزيد لها حوالي 2 مغارف تاع زيت. انا استعملت دادا البنات. انا ما نحيهاش على الكسرولة تاع الماء، هنخليها بعد كيما كاكا باه ما تجمد ليش، خاطر كيما تعرفوا الشوكولا البيضاء ليه تجمد. ونستعمل نغلف بها الكعبة تاع الكاطو تاعي. انا اذا مشكم حابين تغلفوها بالشوكولا رمدوها في المعجون وفي الكاوكاو ولا جوز الهند تاني راح تجيب لينا ملء بني البنات بالشوكولا. جات ما شاء الله ما نحكي لكمش على البنه، نتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ولهنا بعد ما كملت غلفت الكعبات كامل، هنا جاتني البنات 43 حبة. كنت زينتها بالدراجي الصغيرة هذه. التزيين كما قلت لكم يبقى اختياري وش متوفر عندكم. انا كانت عندي متوفرة دراجي والشوكولا، حبيت نزين بيهم. انتم مش متوفر عندكم زينوا. تهب البنات من فوق القرمشة تاع الشوكولا ومن داخل لاباط هشوشة وطعمة الليمون فيها، زادتها بنة على بنة. نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها. درك ما بقى غير نقولكم نتلاقاو في وصفة جديدة والى اللقاء.